السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا وأخواتنا وزملائنا اللي بيسمعوا. إن شاء الله القصص لما تعجبكم تعملوا تعليق أو إعجاب أو تشيروها، يعني تتفاعل مع القصة. يعني لو ليك رأي قوله. النهاردة القصة بتاعتنا برضو من خلال سيران المرضى. على فكرة لما بتروح تزور مريض، خصوصا إنك أنت مش بتركز بس على المريض، أنت ممكن تلاقي مريض آخر جنب المريض بتاعك، تعلم منه حاجة، تعمل له خير، تعمل له ثواب. مش زيارة كده ناشفة يعني زي ما بيقولوا، يعني لا، حاول تستفيد من أي زيارة لأي مريض. وأنت لما بتزور المريض بتاخد أجر كبير جدا. الناس بتقول لك هنعمل واجب نرد له الزيارة، لكن لو أنت في نيتك بتزور المريض لله، لأن زيارة المريض سنة، بتاخد أجر كبير جدا إن شاء الله. يعني النهاردة زميلنا وصديقنا محمود راح يزور خاله في معهد الأورام اللي في القاهرة بمصر، وخاله والعياذ بالله كان عنده مثلا سرطان في الدم. فبيحكي محمود بيقول إن أنا لما رحت أزور خالي كنت ببات مع خالي في المستشفى، وطول الليل السرير اللي جنب خالي الراجل بيتألم طول الليل. وعندنا في مصر الرعاية بين سرير وسرير ستارة قماش فقط لقلة الإمكانيات، يعني مش كل مريض له غرفة خاصة يعني. فالراجل اللي بجوار خاله دوت عمال يتوجع طول الليل. فمحمود بيقول يمكن الكيماوي تعبه، يمكن في حاجة. في اليوم التالت الرابع نفس الألم بالليل، الراجل بدأ يتوجع ويصرخ وكده. فمحمود راح له قال له يا حاج انت عاوز حاجة؟ أسقيك مية، أجيب لك بعلاج، أساعدك بحاجة؟ قال له لا يا ابني الحمد لله. قال له يا عم الحاج انت بتتوجع من ايه؟ من الكيماوي. فالراجل لما قال له لا يا ابني الكيماوي ايه اللي مش بيقوله؟ ما بيوجعنيش الكيماوي. قال له ما ليه اللي بيوجعك؟ قال له انا قصتي قصة. قال له طب نسمعها واحكي لي يا عم، انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي عمران من الصعيد الجواني يا ابني، وبقالي هنا اكتر من 3 اشهر. ولادي جابوني وحطوني في المستشفى دي ومحدش بيزورني. طب اجيب لك دواء، اجيب لك مية، انت عندك ايه يا عم عمران؟ قال له يا ابني انا عندي كانسر في الرئة. قال له طيب ربنا يشفيك ان شاء الله وتقوم بالسلامة. قال له بس انا مش بتوجع من الكيماوي يا ابني. قال له متوجع من ايه؟ قال له انا قصتي طويلة. قال له هسمع لك. بدأ عمران يحكي القصة بتاعته. قال له من سنين طويلة كنت مسافر انا وابن عمي في الخليج. ابن عمي اسمه خلف. اشتغلنا 10 سنين في الخليج، عملنا رأس مال، رجعنا، هو اتجوز وانا اتجوزت ودينا اصحاب. فاقترحنا مع بعض ان احنا نفتح وكالة لبيع الحبوب جملة. هو دفع النص وانا دفعت النص، واشتغلنا سنة واتنين والخير زاد والفلوس زادت. وخلف كان بيثق فيا جدا، كان بيحبني خالص. الشيطان لعب بدماغي يا ابني وقلت اخد الوكالة كلها لحسابي. خلف كان بيقرا بسيط يدوب يكتب اسمه بس. بدأت أخطط وأفكر إزاي أخد الوكالة كلها. بدأت أجهز أوراقي مع المحامي بتاعي، يدوب على إمضة خلف بس. بقيت كل مرة أدس ورقة في وسط أوراق الكمبيالات، أوراق العقود، أوراق البضائع اللي بتجيبها مع بعضينا، وخلف يا حول الله بيمضي وخلاص. مرة مع مرة، مع ورقة مع ورقة مع ورقة، بيعت خلف كل حاجة. جت بقى ساعة المقابلة معاه. جه خلف يقول لي فين نصيبي في الأرباح؟ قلت له أرباح إيه؟ أنت بيعلي كل حاجة. مبقاش مصدق، راح اشتكى ورفع قواضي وعمل جلسات عرفي وعمل كل الناس كلها. لكن يا ابني أنا كنت مستف ورقي تمام. خلف صاحبي وعشرة العمر كله، خدت فلوسه وخدت كل حاجة. قعد يعيط. شوف لما راجل وسط ولاده يبكي، بجد عيط قدامي وقال لي يا عمران مش مسامحك، يا عمران حقي. قلت له ماليش دعوة،
يا عمران شقى السنين. قلت له ماليش دعوة، انت بعتلي كل حاجة وقبضت التمن. وفي وسط الدموع بتاعته انا قلبي ما اتحركش خالص، سبته وخرجت. الناس كلها شايف ان ورقي مظبوط، قدام المحاكم ورقي سليم، قدام كل الناس اللي بيجيبها خلف ورقي سليم. فتحت ضغوط الحياة اضطر خلف انه يبيع بيته ويسيب البلد ويمشي. هو خارج من البلد حط وشه في وشي وقال لي كلمة واحدة، قال لي يا عمران هستناك عند ربنا. وانا مركزتش في الكلمة وعشت السنين بتاعتي، وهو سافر بولاده وانا تجارتي كبرت وبقى معايا ملايين وعربيات وسواقين، بقيت من رجالة الصعيد الكبار. وتمر السنين ويا ربنا يبتليني بالمرض ده في الرئة، وولادي يجيبوني في المستشفى هنا وما يسألوش فيا، يا دوب يبعتولي السواق كل يوم او كل يومين يشوف انا محتاج ايه. سمعت قصتي يا ابني؟ محمود قال له يا عم عمران، يعني تم سهلة، ممكن نشوف الراجل ده فين وترجع له حقه وتستريح. عمران قال له يا ابني انا جبت ولادي هنا في مرة لما جابوني هنا وقلت له عمكم خلف ليه في رقبتي 1.5 مليون، رجعهم له. عشان هو لما انا خدتهم منه قال لي جملة واحدة بس، قال لي هستناك عند ربنا. فيا اولادي انتوا 4 رجالة ما شاء الله، مبلغ مش هيأثر فيكم، رجعوا الفلوس ديت لخلف. ولادي كلهم قالوا جملة واحدة بس، قالوا اللي بتقابل معاه يوم القيامة وردهم له عند ربنا. شفت يا محمود ولادي عملوا ايه؟ رموني رميتين، رمية في مستشفى ورمية في النار. اللي انا تعبت عشانهم وسرقت وضحكت على زميلي وشريك عمري ونصبت عليه وخدت الملايين بتاعته، لما جيت احتاج جزء من ثروتي عشان اردها للراجل اللي انا كسرته قالوا لي بديها له عند ربنا. المهم يا ابني رقدت الرقدة دي طويلة، وكل ما اجي انام اشوف خلف في المنام بيقول لي هستناك عند ربنا. هانت، فاضل حاجة بسيطة ونتقابل انا وانت يا عمران. اصحى مرعوب من الحلم، اصحى مرعوب لغاية ما جه السواق بتاع ولادي زارني في مرة. قلت له يا محسن، قال لي نعم يا حاج. قلت له انا شايف فلوس في البيت في المكان الفلاني، روح يا محسن خد الفلوس دي ودور على اولاد خلف واديهولهم، واديهم الفلوس وقول له عمكم عمران بيقول لكم سامحوه. محسن خد الكلام وراح يا ابني يدور على اولاد خلف، وغاب عني اسبوع ما شفتهوش. جه بعد اسبوع، هيا محسن عملت ايه؟ زارني هنا في المعهد، قال لي يا حاج عمران انا رحت لهم وعرضت عليهم فلوس، قلت لهم الحاج عمران بعتني فلوس ابوك اهي، خدوا حقكم وسامحوه. قالوا له ابدا، لو اخر حسنة في حسناتنا مش هنديها له، لو هنخش النار وهو معانا مش هنسامحه. زي ما قهر ابونا في الدنيا وعذبه في الدنيا مش عايزين منه حاجة عمران، يروح بماله. وزي ما ابويا ما قال له، ابويا قال له ايه؟ هستناك عند ربنا. فمحسن نقل الكلام ده بالظبط لعمران. من ساعتها عمران كل يوم يبكي يتوجع، والناس فاكراه في المعهد في قسم الكانسر انه بيتوجع من الكيماوي. لكن محمود سمع القصة وقاعد مش عارف يعيط يشمت، يقول له تستاهل. قال له بعدين يا حاج؟ قال له يا ابني كل يوم بالليل بطل يجيلي خلف في المنام
اللي كان بيقول لي هستناك عند ربنا، وبدأت كل يوم بالليل أشوف مكاني في النار فأصرخ وأتألم، وانتوا سامعيني تحسوني وتوجع من الدواء أو الكيماوي. لا يا ابني، أنا تعبان من مشكلتي، لا ابني رحمني، وزي ما أنا ما رحمتش صاحبي وما رحمتش ابن عمي وما رحمتش شريك عمري أو خلف، ولادي الأربعة مرضيوش يتدخلوا أو في الأول يلحقوا نفسهم ويلحقوني. فأنا كل يوم يا ابني بشوف مكاني في النار، ومن بعيد بشوف خلف وهو بيقول لي هانت، كلها كام يوم وهنتقابل، وأنا مستنيك يا عمران عند ربنا. محمود اتأثر جدا بالقصة لكن ما حكاها، ورجع لخاله، وبعد كام يوم خال محمود هو اللي مات، الله يرحمه يعني. لكن قصة عمران مع محمود لسه في دماغه. فراح بعد ما دفن خاله بكذا يوم يزور الحاج عمران، لقى عمران كمان توفاه الله. فزعل إن الراجل كان في نيته عايز فرصة يتوب، عايز فرصة يعود. فخلي بالك يا اللي بتسمعني من مظلوم قفلت في عينه وأمام كل أبواب الدنيا، ففقد الأمل في الدنيا وسند القضية كلها للآخرة. افتكر الكلمة اللي قالها خلف لعمران، هستناك عند ربنا. واحنا بنتمنى ان ربنا عز وجل يوسع باب رحمته لينا، ونلاقي الرحمة والعفو والغفران هي اللي مستنيانا، وربنا يتولانا برحمته ويرزقنا حسن الختام. وأتمنى بعد ما تسمعوا القصة تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام أكتر من 3 مرات النهاردة يوم الجمعة. وشكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.